طيب فيديو جديد ولسه راجعين بالعجله. تعالوا نجرب جزاره السلف وفكره ان انت لما تدي اللحمه لراجل جزار هل هيعمل عيش بلحمه حلو ولا لا ولا لا. تعالوا نشوف. احنا جايبين ايه النهارده. ده صدق، عيش بلحمه صدق، وده سعره تقريبا 90 جنيه. وجايبين عيش بلحمه وش بيتزا وده سعره 130 جنيه. تعالوا نجرب وندوق ونشوف هل فعلا هيبقى حلو ولا في الفاكس منه. نبدا بالصدق. هو مبدئيا مولع، يعني شايف شكله ازاي لسه طالع. شايف حشو كتير، طماطم، صدق، عندنا كمان فلفل. يلا بينا نجرب الصدوق لوحده. طعمه حلو، هو محتاج يبرد شويه، حرفيا بيطلع دخان بس. كان الطعم تحفه. نعرف ناس بتسيب الحواف دي، مش عارف ليه، مع ان انا بحب اكلها. فلو حد بيحب ياكلها اكتب لي في الكومنتات. الحواف الناشفه دي. الصدوق يعتمد 100%. معلومه لازم تقال عن الصدوق واللحمه ان الحاجات ديت من غير طحينه، من غير مخلل، من غير اي حاجه خالص، سندوتشات بس. خطيره خطيره خطيره، والحشو مكمل لغايه الاخر. اهم حاجه دي. صدوق ولا غلطه، ممتاز، على سعره 100 100. ننقل على بعض ونجرب اللحمه وش بيتزا. ده بيبقى شكلها حشو عملاق كتير جدا. يلا بينا نجرب. التوابل بتاعته باينه قوي. ده انتوا مستنيين رايي ولا غلطه؟ ممتازه، وش بيتزا حلو قوي، والحشو جامد جدا. طب وايه الملخص فيهم كلهم؟ الصراحه على السعر انا عجبني الصدوق اكتر ب 90 جنيه، افضل من اللحمه وش بيتزا. الصدوق ممتاز جدا، حشو مليان، حاجه فوق الممتازه. ومع ذلك اللحمه فوق الممتازه برده، وهو متوصي قوي بالحشو بتاعها. ما تنساش تقول لي افضل جزاره بتاكل عندها حواوشي، او انت هتاكل حواوشي ازاي، وادينا لايك اند سبسكرايب، فعل زر الجرس، سيب لنا كومنت حلو واكتب لنا تحب نجرب ايه تاني. ويلا سلام. امم ده انت قاعد بس انا كم.